إصدار شهادات 40% بالبنوك، أربط الآن شهادة 40% أم أربط الشهادة 28% بالبنك الأهلي وأيهما أفضل؟ تعال نشوف التفاصيل الفايدة الجديدة. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. بس قبل ما نبدأ الفيديو، الناس اللي بتقولي ما بيجيليش إشعار من القناة، لأن حضرتك لازم تنزل أسفل الفيديو بتلاقي علامة اللايك، تضغط لايك للفيديو بيوصلك مننا كل الشهادات اللي نزلت بعد اجتماع البنك المركزي وتغيير أسعار الفايدة على معظم الشهادات الموجودة في البنوك. وكمان في لسه شهادات هيتم طرحها الأيام القادمة هننزلها تباعا على القناة. كل اللي عليك بتشترك معانا وتفعل الجرس يوصلك مننا إشعار بالفيديوهات القادمة. وكمان ما تنساش البث المباشر لأسعار الذهب وتوقعاتنا في أسعار الذهب. تعال بقى بينا نتعرف على الفيديو الجديد. بعد قرار البنك المركزي الأخير لشهر إبريل اللي قرر فيه تخفيض أسعار الفايدة بمقدار 2.25%، ومنذ ذلك الوقت بدأ معظم البنوك بالاجتماع داخليا في لجان الإلكو لبحث أسعار الفايدة على الشهادات المطروحة لدى البنك. وبعدها تم اتخاذ قرارات من معظم البنوك وأخصهم البنك الأهلي وبنك مصر اللي قرر تخفيض أسعار الفايدة على الشهادات 2%، وتم إلغاء الشهادات السنوية اللي هي 27% السنوية و23.5% الشهري. لذلك الجميع حاليا بيتساءلوا عن أعلى عائد موجود في البنوك واربط أي عائد وأيهما أفضل، لأن كلنا عارفين إن عام 2025 هو عام تخفيض أسعار الفايدة، وأسعار الفايدة لن تستمر على هذا التخفيض فقط، لكن على مدى عام 2025 هيكون في تخفيضات في أسعار الفايدة إذا لم يحدث أي شيء آخر. لذلك في كتير سألونا عن الشهادات المتاحة ل40% بالبنوك والشهادات حاليا اللي في البنك الأهلي ومقارنة ما بين الشهادتين، واحنا بنفكرك ان احنا هننزل مقارنات ما بين كل الشهادات اللي تم طرحها مؤخرا بعد اجتماع البنك المركزي. لذلك بفكرك بالاشتراك من أسفل الفيديو وتفعيل زر اللايك. تعالى بينا بقى نتعرف على ايه هي الشهادات ال40% اللي كتير بيسألونا عنها والشهادة حاليا المتاحة في البنك الأهلي. البنك الأهلي المصري بيصدر شهادة 28% اللي هي كانت شهادة 30% وتم تخفيض أسعار الفايدة عليه. الشهادة دي شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات. أول عام بيكون العائد فيها 28%، تاني عام بيكون 23%، تالت عام بيكون 18%. وأيضا بنك مصر أصدر نفس الشهادة 28% أول عام و23% تاني عام وتالت عام 18%. أما الشهادة ال40% اللي تم سؤالنا عليها في القناة كثيرا هي الشهادة تطرحها البنك العربي الأفريقي في جميع فروع على مستوى الجمهورية. وعموما البنك العربي الأفريقي حاليا ليه فروع كثيرة في جمهورية مصر العربية في كل مكان. بيطرح شهادة 40% لمدة 3 سنوات. الشهادة دي بعائد يصرف مقدما، يعني عند ربطك الشهادة بيصرف لك العائد مقدما 40%. هنا بقى الشهادة دي مناسبة للناس ومش مناسبة للناس. مناسبة للناس اللي هتستثمر أموالها مرة أخرى، يعني هياخد ال40% اللي تم حصوله عليهم مقدما واستثمارها مرة أخرى، إما في أذون خزانة أو في ذهب أو في شهادات أخرى لتعويض الفارق. أما لو أنت هتدخر أموالك فقط فالشهادة 28% حاليا في البنك الأهلي أو بنك مصر هي أفضل لك. ولك هنا حرية اختيار ما بين الشهادات. قارن ما بين الشهادات اللي هننزلها وهننزلك مقارنة ما بين كل الشهادات. كل اللي عليك انت بتشترك في القناة وتفعل الجرس واللايك الفيديو.